عمرك وقفت قدام المراية كده لقيت نفسك مطفي وحزين وشكلك غريب غير المعتاد بتاعك يعني وغير الشكل اللي انت متعود عليه؟ طب عمرك جيت تعمل حاجة وحسيت ان انت زي ما تكون شايل حد فوق ظهرك، حاسس انك مش عارف تسند نفسك ولا تقف؟ ده شعور كلنا مرينا بيه، بس عمرنا ما حد فهم كان ايه السبب ورا الشعور ده. بس تفتكر هو الموضوع حزن عادي ولا ده اكتئاب؟ الإجابة هنا أنت ودماغك. كتاب تشريح الاكتئاب شيطان الظهيرة لأندرو سولومون، الكاتب هنا اتكلم عن الموضوع بطريقة خلتني أحب أقرأ عن الاكتئاب، لأن كلنا بنعدي بأعراض إحنا مش فاهمين إحنا بنمر بإيه. بصراحة الكاتب هنا شرح لك كل حاجة كأنه حاسس بيها، وحاول يوصل لك كل شعور أنت بتحس بيه طول الوقت وانت مش مترجم انت حاسس بايه. فده من اكتر الكتب اللي انا حبيتها، وكانت من اكتر الكتب اللي حبيت اقراها. أندرو هنا صور مشاعر الإنسان كأنها خيوط متشابكة في بعض، فصعب جدا تعرف تفصل كل الخيوط دي عن بعض وترتبهم من الأول، وعشان كده هو قالك كل تفصيلة عن الاكتئاب جوه الكتاب. أصعب حاجة بتحسها في الاكتئاب إنك بتحس كأنك واحد اتشل مكانه. انت ما بتبقاش عارف تقوم من على السرير ولا عندك شغف، بتبقى حاسس حتى لو انت شغال ومضطر تشتغل وتكمل حياتك، تحس ان انت زي ما يكون في عبء وراك، فده بيخليك دايما حاسس انك عندك حمل تقيل. سولمان هنا قالك حاجة، سولمان قالك ان الاكتئاب ملوش سبب محدد، يعني ممكن يكون جينات او كيمياء المخ او اتعرضت لصدمة كبيرة قوي مخك معرفش لا يتحكم فيها ولا حتى يتعايش معاها فخد وضع الاكتئاب. ممكن يكون حصل لك كل ده مع بعض. في كل الحالات دي مسببات أكبر مسببات الاكتئاب. انت جوه الاكتئاب بتتعطل، جسمك وكل أعضائك بتقف، بتحس انك واحد فاضي من جوه، مفيش عندك لا مشاعر حزن ولا فرح. انت بيبقى نفسك تحس بالحاجات اللي بتحصل حواليك، تحس انك شايف وسامع زي ما يكون رؤية ضبابية، تحس انك مش شايف ولا سامع، ولو شايف الحاجات ما بتشوفهاش بالوضوح بتاع الأول. ده انت كمان ما بتبقاش فاهم انت حاسس بإيه، انت بتبقى حاسس انك نفسك تحس باللي انت مش حاسه، فده بيخليك واقف مكانك وحاسس انك ميت. انا اكيد مش عايش، انا واقف في المكان ده بس انا مش شايف حاجة حواليا. سولمان نفسه حس باكتئاب، وبيقول ان هو طول ما هو كان حاسس بالاكتئاب كان حاسس انه شايف الحاجات كأنها رؤية ضبابية. هو مش عارف ياخد قرار عشان يقوم ياكل أصلاً، هو ما كانش عارف يصحى من النوم ولا يقوم من السرير. كان بيتكلم إن دي تجربة كانت عبء عليه شخصياً. المأساة اللي إحنا دايماً بنكررها كلنا مع بعض إنه كل ما حد يشتكي لحد من حاجة مضايقاه أو وجعاه فيقولك يا عم كله بيعدي. فما ينفعش تزعل كده، انت ما ينفعش تبقى ضعيف ولا ينفع تتهد. فانت خلاص بقى عندك احساس ان انا حتى لو زعلان انا لازم اعدي الموقف وكأنه ما حصلش، كأنك بتسكرول على الموبايل وبتفوته ومخك جوه عايش فيه، عايش في نفس الحالة وفي نفس الصدمة. فانت بتعرض نفسك للأقوى من الاكتئاب، انت بتخلي مخك يتعود ان هي دي الحالة اللي احنا عايشين فيها، فما ينفعش نشتكي ولا نتوجع، فانت لازم تصبر على اللي انت فيه. سولمان قسم لك موضوع الاكتئاب ده لجزئين. الجزء الأولاني هو محتاج علاج، لأنه فيه هرمون السيروتونين والدوبامين اللي احنا كلنا بنتكلم عنه، لما بيبدأ إفرازهم يختل في جسمك فأنت ممكن تحس بكده، وده الجزء الجيني والكيميائي اللي انت محتاج له علاج. بس لو ده حصل لك من صدمة أو حصل لك من حاجة ومش محتاج بس علاج كيميائي، فأنت محتاج تعمل إيه؟ إنك تبدأ تتصالح مع نفسك. أولاً إنك الناس اللي حواليك يبقوا فاهمين أنت بتحس بإيه. عارف لما تتكلم مع حد فيبصلك في عينك ويقولك أنا فاهم أنت حاسس بإيه، حتى لو ما قدملكش حلول، مجرد إن أنت حاسس إنه في حد فاهم مشاعرك ده بيخليك تحس إن أنت أحسن، حتى لو هو ما قدملكش أي حل. وإوعى تقعد لوحدك، دي من أهم الحاجات اللي المفروض تعملها. الحاجة التانية لازم تدور على دكتور محترم، سواء إذا كنت هتتكلم معاه فيبدأ يحللك مشاعرك دي وياخدها معاك واحدة واحدة، أو هيديك دواء. في كل الحالات أنت محتاج دكتور يفهم اللي أنت حاسس بيه ويسمعك. اسم الكتاب شيطان الظهيرة، ده بالظبط هو حاول يشبه لك الكتاب بالشيطان اللي بيجيلك في وسط اليوم، في وسط ما أنت بتعمل مهامك ويقولك اقعد ساكت ما تعملش حاجة. هو ده بالظبط شيطان الظهيرة. وعشان كده أندرو حس إن الاكتئاب بالظبط زي شيطان الظهيرة،
بيخليك قاعد مكانك مش عارف تتحرك. لو حسيت بأي حاجة من أعراض الاكتئاب أو حسيت بأي مشاعر أنت مش فاهم أو مش عارف تقولها لحد، اكتب لي في الكومنتات وأنا هساعدك وهقولك شوية نصايح تساعدك، وهقولك قد إيه أنت مش لوحدك، عشان كلنا نحس إن إحنا مش لوحدنا. أكتر حاجة لازم تفهمها عن الاكتئاب إن هو مش مرض بسيط ومش دلع، لأ، الاكتئاب ده حرب كاملة أنت محتاج تكون قوي وقدها وعارف تكمل فيها، لأنه مش سهل تخرج من الاكتئاب، ومش سهل تشوف حد عزيز عليك بيمر بالتجربة دي وأنت مش في إيدك تساعده أو مش عارف تعمل له حاجة. وفي الآخر بقى أنا مبسوطة إنك كملت معايا الفيديو، ومبسوطة إنك كملت معايا موضوع الاكتئاب، وهستناك تكتب لي في الكومنتات. ولو لسه ما عملتش اشتراك فهستناك تعمل لي اشتراك ولايك وشير. الاكتئاب مش دلع، يعني ما ينفعش نقول انه الرجاله ما بتعيطش وان احنا ما ينفعش نكتئب ولا نتهد ولا ننهار. الحقيقه انه لا، احنا بنتهد وبننهار وبنعمل كل حاجه. الاكتئاب بيبدا من الكتمان، فما ينفعش انك تكتب. ولو حسيت باي حاجه من اعراض الاكتئاب او باعراض حتى انت مش فاهم عنها حاجه، أو عديت بمشاعر حتى مش فاهم عنها حاجة، اكتب لي في الكومنتات وأنا هساعدك وهقولك شوية حاجات تساعد معاك، واكتب لنا عشان تحس إنك مش لوحدك. وبس كده، باي باي.